ازاي نفرق بين الرؤية والحلم؟ بصوا، الحلم او الرؤية 3 انواع. نوع يا اما حديث للنفس، حاجة انا كنت بفكر فيها طول النهار، حاجة بعملها، حاجة مشغول بيها وحلمت بيها، ده حلم. خلاص، ده حديث للنفس. تاني حاجة الحلم برضو لما يكون حاجة وحشة، اي حاجة وحشة اوعى نحكيها لحد، ما نحكيهاش لحد وما نحاولش ندور على تفسيرها. بس احنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من شر ما استعاذ به ملائكة ورسل الله، واعوذ بك من شر ما في هذه الرؤيا. بس ده اللي احنا هنقوله، لكن ما نحاولش ابدا نحكيها لحد، علشان دي بتبقى وساوس من الشيطان. طيب، تالت نوع الرؤية اللي هي المبشرة، حاجة بقى حلوة، ربنا رزقك برزق واسع، حلمت بحاجة جميلة، حلمت ان انت في الكعبة، حلم كده او رؤية انت تكون مبسوط بيها، دي بإذن الله دي مبشرات، دي حاجة حلوة، بس هي مش هتتحكم في أفعالنا، دي حاجة بتبشرنا بالخير مش أكتر. وما نحاولش برضو نشغل نفسنا كتير بموضوع الرؤية وتفسيرها والأحلام والحاجات دي، عشان بتبقى زي ما قلنا كده ممكن تبقى جدا وساوس من الشيطان، فدي حاجة وحشة. وأي حلم وحش نشوفه ما نحكيهوش لحد أبدا.